يعني مش بس الهدف المية للبرنس ده، بين قلبي بين قلبي بين قلبي مان اوف ذا ماتش. ايه المباراة دي، المباراة اللي هو عملها دي، ويا سلام على الاسيست بتاع البرنس. ايه الاسيست ده، انا عن نفسي اتمزجت وهم عوضوني عن المباراة اللي فاتت بصراحة بكل امانة. ناس كتير هتقول لك لا ما عوضونيش، لا انا عوضوني بالمباراة دي الحمد لله. السؤال بقى هنا اللي كل الناس بتسأله، ليه الزمالك الاول وبيراميدز لسه التاني، مع ان فارق الاهداف بيراميدز هو المتقدم ب 21 هدف وهم 20 هدف. الزمالك احرز 37 هدف ليه ودخل فيه 17 هدف، اما بقى بيراميدز فليه 40 هدف ودخل عليه 19 هدف. طب ليه لسه الزمالك الاول وبيراميدز التاني؟ لان الدوري المصري بيعتمد على المواجهات المباشره قبل ما يعتمد على فرق الاهداف. فهنا بقى في المواجهات المباشره ما بين بيراميدز والزمالك، الزمالك يكسب. هل في فرصة ان الاهلي او بيراميدز يتقدم على الزمالك؟ بس ضعيفة شوية، لان ما فاضلش غير مباراتين بس في الدوري. انت كده محتاج الزمالك يقع مباراة عشان انت كالنادي الاهلي تتعادل معاه، وهنا بقى المواجهات المباشرة تلعب دور. بس لسه بدري بقى على الكلام ده، خلينا نحتفل بالتلاتة.